إذا كان الخمر هو الذي يذهب العقول، فأين العقول والصناعات والاكتشافات والإنتاج في بلاد العرب؟ أليس كل الصناعات نستوردها من الغرب السكران بالخمور؟ وشعوبنا العربية المتدينة تصدر للغرب لاجئين برا وبحرا وجوا. تقول نوال السعداوي: على الإنسان أن يشعر بالإهانة عندما لا يقرأ ولا يتعلم ولا يتساءل ولا يفكر، ومع ذلك يعتقد أنه يفهم كل شيء. وعلى الإنسان أن يشعر بالإهانة عندما يتباهى بماضي أجداده وحاضره بائس. وعلى الإنسان أن يشعر بالإهانة عندما يكون مجتمعه فاشل ولا يقدم للعالم شيء. يقول علي الوردي: رجال الدين صنعوا من الدين أداة للسيطرة على الناس بدلا من أن يكون وسيلة للتحرر. ويقول جبران خليل جبران: رجال الدين يبتعدون عن جوهر الدين الحقيقي عندما يركزون على الشعائر بدلا من القيم الإنسانية.